اهلا بيكم في حلقة جديدة من Q&A. سؤال النهاردة بيقول ازاي اعرف نفسي بالانجليش. الامر بكل بساطة انت هتدخل تسأل السؤال ده يا اما على شات جي بي تي يا اما هتدخل على يوتيوب. وهنا ارشح لك يوتيوب في واحدة اسمها لوسي، في انترودكشن عاملاه كده ازاي انك تعرف نفسك بالانجليش. بكل بساطة انا هقول لك انا ازاي بعرف نفسي بالانجليش. انا مثلا بعرف اسمي، بقول مثلا إن اسمي احمد، عندي كام سنة، متخرج من كلية ايه، ليه اخترت الكارير ده، لو حابب تضيفها تمام، مش حابب انك تضيفها خلاص. عندك كام سنة خبرة، طب الخبرات العملية دي اتعلمت منها ايه. بعد كده بتضيف ان انت في وقت الهواية مثلا في وقت الفراغ بتاعك عندك هوايات مفضلة، وبتبتدي تشرح الهوايات المفضلة الخاصة بيك. وبعد كده بتقول ان انا مهتم جدا ان انا اجوين معاكم وان انا اتقابل معاكم واشتغل معاكم. دي ده السيناريو اللي انا ببقى ماشي عليه. طب لو واحد تاني مثلا ما عندوش خبرات عملية واول مرة يقدم، كويس جدا، تعالى كده نشوف ايه المتطلبات اللي مطلوبة في انك تكون ممثل خدمة عملاء. اول حاجة ان انت من الناس اللي هي بتحب تكون، لازم تكون صبورة، لان الشغلانة دي فيها ضغط عالي قوي. فانت لازم تكون صبور، ومن الناس اللي هي بتحب تسمع وبتحب تحل المشاكل وبتحب ان انت كونفيرم هيلب. وبعد كده انك بتحب انك ايه تفولو اب مع العميل، او انك بتحب العمل الجماعي. فانت تبتدي تحط المميزات اللي موجودة. كمثال مثلا، انا ما عنديش خبرة في المجال بس انا مهتم جدا بان انا اخد خطوة جديدة، لان انا عندي شوية سمات هتأهلني ان انا اكون موظف خدمة عملاء جيد. مثلا زي ان انا مثلا بحب ان انا اسمع، بحب ان انا اساعد، بحب ان انا اشارك في العمل الجماعي. الحاجات الجميلة اللطيفة دي بتقولها في نص الكلام. طب انا في بداية الكلام رشحت لك شات جي بي تي. شات جي بي تي لما بدأت استخدمه مؤخرا بيبتدي يعرض لك افكار رئيسيه او هيدلاينز، بتبتدي ان انت تدعم لك الاجابه بتاعتك. بس طبعا ما تاخدش الحاجه كوبي بيست، انت بتاخد افكار وتبتدي تبني عليها وتبتدي انك تكتبها. وبعد كده انك تدخل على كويلبوت تصحح الاخطاء اللغويه بتاعتك وتشوف ايه السيناريو اللي انت هتمشي معاه. فليكن مثلا انت هتعرف نفسك انا اسمي احمد، عندي كذا سنه، او مثلا بلغت من العمر قد كده، انا مثلا عايش في مصر او عايش في اسكندريه، مثلا متخرج من كلية طب جامعة اسكندرية أو كلية تجارة جامعة اسكندرية، أيا كانت الكلية اللي أنت متخرج منها. بعد كده بتبتدي مثلا أنا عندي مثلا سنة أو سنتين أو 3 سنين خبرة في المجال، وتبتدي تشرح الأدوار بتاعتك وتعلمت إيه. أنا أول مرة أشتغل ممثل خدمة عملاء، بس أنا بحب العمل الجماعي، بحب إن أنا دايما أساعد العميل وبكون صبور جدا. أنا اتعلمت كذا وكذا وكذا في الوقت الفراغ بتاعي، بعمل واحد اتنين تلاتة. ودي حاجة حفزتني جدا ان انا اشتغل موظف خدمة عملاء، عشان انا هضيف خبرات جديدة لحياتي، وانا مهتم جدا ان انا اكون موظف خدمة عملاء. بس ده الامر بكل بساطة. سلام، وتابعوني في اي اسئلة تانية في Q&A، هكون منتظر طبعا وهكون مبسوط جدا ان انا بجاوبكم. سلام.